السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. معكم واحد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده مع بعض كباب الحلة. عملناه قبل كده مع بعض بالفراخ، النهارده هنعمله باللحمة. سهل جدا 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 ومفيد ومغذي وطعمه تحفة. هنجيب الزيت كده في الحلة على طول. خلاص. وانا بحب الموزة جدا جدا، من اللحمة اللي انا بحبها، يعتبر اكتر حاجة بحبها. دي حدت ليا او دهن من بتاع الجاموسة ده اللي بيبقى طازة، قطعته تمام. وبحب كده ايه، لازم ايه حاجة ايه ملبسه كده مع الكباب الحله، بتديله طعم. يا سلام بقى لو لحمه ملبسه، بس عشان انا حاطه موزه. الموزه انتوا عارفين بتبقى لحمتها حمراء بالشكل ده، فما فيهاش دهون. خلاص. استنيت لما الدهن ساح وحطيت اللحمه كده، قطعها شرايح، تقدري تقطعها مكعبات، تديها صدمه عشان تقفل المسام بتاعتها وتاخد لون كده من الجنبين. خلاص. تقدري تقطعها مكعبات، تقدري اي لحمه عندك، اي فراخ بنفس الطريقه. خلاص كده لحد ما تاخد معايا اللون الحلو. طبعا ده مش هتاخد ثواني، مش هقولك دقيقة ولا دقيقتين، مفيش، زي ما معاكوا كده. خلاص كده خدت معايا اللون ما شاء الله اهي. هبتدي بقى انزل بشوية فلفل اسمر. اهم حاجة الفلفل الاسمر ده، اكتر حاجة، اكتر توابل بتبقى يعني مطلوبة في كباب الحلة. والثوم طبعا بتاعي متقطع شرايح، مش في شرماه. ومعايا خشبة قرفة، ده اختياري، ونص قرن شطة حار، وبصلتين مقطعهم 4/4 يعني كبير، لان هي هتدبل معايا. وجايبة شوية شطة صغيرة او بابريكا زي ما انت عايزة، وشوية توابل لحمة، ورشة كاري. خلاص، كل حاجة رشات بسيطة. وده ملح وسكر ماشي. وانا حطيت حبيتين هيل بس كنت فاتحاهم من قلبهم، مطلعه الحبوب اللي جوه، مش حاطه الحبايات سليمه. حبيتين بس، 2 بالعدد، هيعملوا لك ريحه تانية خالص، طعم تاني خالص. حبيتين هتفتحيهم وتطلعي البذر اللي جواهم وتحطيهم عليهم. وتبقت اللحمه معايا بالشكل ده، مسافه مفيش يعني وقت قليل خالص، تلت ساعه، او يعني على الهادي كمان. والبصله بقت محتفظه زي ما انتوا شايفين كده. شوفي دبلت معايا خالص، ما انحرقتش، والكلام ده عشان مقطع 4/4. خدت سوى اللحمه وبقت بالشكل ده، بقت زي صوص كده حلو يتغمس مع اللحم. الطاج الكباب الحله ريحته جايبه اخر الدنيا، طعم تحفه، واللحمه زي الزبده دايبه كده، طعمها حلو جدا. وبألف هنا وبألف شفا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.